السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم جينواز في المقلاة بدون طراب كهربائي وبدون فرن، ساهلين كيتحضروا بسرعه، ما فيهم لا تطلع البيض ولا تهبطوا فيه سنيده، كيجيو رائعين وعير بجوج ديال البيضات اقتصاديين. نبداو على بركه الله. كيف ما قلت لكم في البدايه، عندنا جوج بيضات اللي الحجم ديالهم يكون كبير، كاس غير مملوء ديال السكر سنيده، ساشي ديال السكر فاني، وهنايا عندي كأس غير مملوء ديال زيت نباتية ما يعادل 140 مليلتر، وعندي كأس ديال الحليب ما يعادل 150 مليلتر، وعندنا جوج ديال الخمارات المجموع ديالهم 16 غرام، كل خمارة فيها 8 ديال الغرامات، وجوج ساشي ديال الكاكاو والمر يكون نوعية جيدة، كل ساشي فيه 7 الغرامات، يعني تقريبا واحد جوج المعلقات متوسطين، والملح طبعا لتعديل الذوق. صافي هنايا غادي نبداو في التحضيرات. كيف ما قلت لكم ما غنحتاجوا لا طراب ولا فران، ساهلين. هنايا غادي نخدم بالبيض اللي عندي، طبعا يكون بحراره المطبخ غير باش يسهل عليكم العمليه ويتفتت بسرعه. صافي هنا غنضيف لي واحد الرشيشه ديال الملح، ممكن ديروا قشوره الحامض لا بغيتو. انا هنا غادي ندير غير ساشي ديال السكر فاني، ودرت داك كاس ديال السكر سنيده. صافي هنا غادي نحاول انني هذوك الحبيبات ديال سنيده يذوبوا عندي مع البيض. نطرب مزيان غير بالطراب اليدوي، ما تحتاجوا نهائيا طراب كهربائي. وهنا غادي ندير داك كاس غير مملوء ديال زيت نباتيه، ونستمر في التطراب. طربوا مزيان البنات، قد ما طربتوا قد ما مزيان. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا كنحاول انني نتحكم في الاناء باش نطرب بسرعه. وهنايا غادي نضيف داك كاس مملوء ديال الحليب ما يعادل 150 مليلتر، حتى هو يكون بحراره المطبخ باش يسهلوا علينا الخدمه. صافي هنايا من بعد ما غادي يولي عندي الخليط بهذا الشكل هذا، غادي نبدا نضيف النواشف، وطبعا كنجيب واحد الغربال جميع المكونات خاصنا نغربلوها. هنايا الدقيق يكون خاص بالحلويات، درت كاس ونصف ديال الدقيق، وغتشوفوا معايا شحال غادي نزيد. عندي جوج خمارات المجموع ديالهم 16 غرام، وعندي هذوك جوج ساشي ديال الكاكاو والمر، كيف ما قلت لكم يكون نوعيه جيده. تقريبا درت 14 غرام، ممكن تزيدوا شي شويه من الكاكاو، يعني توصلوا حتى ل 20 غرام ديال الكاكاو، ما كاين حتى شي مشكل. صافي هنا كنخدم هاد المكونات ديالي مزيان. من بعد غادي يبان ليا الخليط اللي عندي مازال شويه خفيف. انا كنظن انني درت البيض شويه الحجم ديالو كبير زايد، يعني نتوما ديروا الا درتو البيض حجم متوسط غادي تهز لكم كاس ونص ديال الدقيق. انا البيض كان شويه كبير، داكشي علاش غادي نضيف نص كاس اخر. الصراحه البيض كيكون غالي، وملي كنمشيو نعزلوه كنعزلوها البيضات الكبار. المهم راكم فاهمين. هنايا درت واحد القطيره ديال الخل غير باش تعطيني الفشفشه. صافي التكستور ديال الخليط ديالي خاصها تكون بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا، كيكون ما ثقيلش بزاف. هذا الخليط هذا ديال الكيك ديال المقلاة ما كيكونش ثقيل. شوفوا معايا التكستور ديالو كيكون خفيف شويه نوعا ما. صافي هنا كناخذ واحد 3 الزلايف، من الافضل يكونوا نفس الحجم باش نعرف شحال كل وحده شحال غندير فيها، ويجيوني قد قد. كيف ما قلت لكم في البدايه، هاد الجينواز غادي نخدموها بدون فرن، يعني غير في المقله. جيبي شي مقله عندك اللي كتصايبي فيها البغرير او اللي كتصايبي فيها الكريب، تكون هكذا ما كتلصقش. اي مقله عندك ما كاين حتى شي مشكل. صافي القطر ديالها انا درت 26 سنتيمتر، داكشي علاش يعني كتبان لكم مقله شويه كبيره. الا درتو 24 سنتيمتر راها مخيره. انا راه عندي مقله فيها 24 سنتيمتر وما عرفت فين ضاعت ليا، ولا ما عرفت شي حد سرقها ليا. المهم ماشي مشكل. كيف ما قلت لكم كندهنوها مزيان بالزبده، وكنحطوا فيها الزلافه الاولى من الخليط بهذا الشكل، يعني المقله كتكون ما سخونه ما والو، غير كندهنوها مزيان بالزبده، وكنحاولوا كنوزعوا فيها هذيك الكميه الاولى ديال الخليط اللي عندنا او الزلافه الاولى، ومباشره الى البوطه. هنايا النار، هنايا حطيت هذا العازل الحراري. ممكن لما عندكمش شدوا الالومنيوم تنيوه على 4 وحطوه ما بين النار والمقله. شوفوا انا تما مجهده النار، راني نقصتها لاقصى درجه. راه بغيت نوريكم النار كيفاش كتكون، خاصها تكون قليله جدا. صافي كنحطوا العازل الحراري. كيف ما قلت لكم الا ما توفرش ديروا شي مقله عندكم ثقيله او لا الالومنيوم. كنحط المقله ديالي وكنحط عليها بواحد الطبسيل، حيت هاد المقله ما عنديش الغطايه ديالها. الا كانت الغطايه فيها شي ثقب سدوه بشي حاجه، بشي ورق ولا شي حاجه، ما تخليوش انها تنفس. وهنايا كنبقى نحيد داك الطبسيل، كنبقى نمسح داك الماء اللي تكون ليا، داك العرق.
صافي ميم با. شتي هاد الجينواز الاولى غادي تاخذ معكم تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. هنايا كندير هاد الطريقه هادي ممكن تستافدوا منها. كنشد ورق الزبده كنحطو عليها باش ما يلصقش ليا في واحد اللعيبه هذيك ديال المول اللي كيتحل، هي اللي عاونت بها باش نقلب الجينواز ديالي. فاش كنقلبوها على الوجه ديالها ميم با دقيقه، ما واصلاش حتى دقيقه، عير يتشمع عليا صافي وكنحيدها. نحطها طبعا ضروري البنات حطوها في شبيكه باش ما تعرقش ليكم. وها هي الجينواز ديالتي جاهزه. صافي انا هنايا راه في هذا الفيديو راه غادي ندير معكم جميع التفاصيل، ما غنفلت لكم حتى شي حاجه. يعني ماشي غادي نوريكم الجينواز الاولى ونقول لكم صافي كملوا كما تبقى. هنايا شوفوا معايا المقله مسحتها بواحد الورق ودهنتها شويه بالزبده، حيت المقله باقا ديجا سخونه، غير دهنتها بالزبده دغيا دابت ديك الزبده. يعني المراحل راه بالترتيب. وغادي ناخذ الزلافه الثانيه وحتى هي نيشان البوطه. بالنسبه لي انا هنايا شوفوا معايا كنحط على داك التبصيل وكنخليها طيب تقريبا واحد 6-7 ديال الدقائق هكذا. انا كنكون شاده التليفون، كنبقى هكذا المره الاولى كنمسح ليها داك العرق من التبصيل وكنخليها تكمل الطياب ديالها. شوفوا معايا الشكل ديالها تبارك الله كتجي مفيشفشه وزوينه. صافي هنايا غادي نعاود نغطيها. صافي بحال كنهز على داك الغطاء غير واحد 2 ديال المرات. صافي وكندير الطريقه ديال ورق الزبده، كنحط عليها هكذا الورق باش تساعدني اكثر، وكنحط داك اللعيبه ديال المول اللي كيتحل من الجوانب وكنرجعها فوق المقله. اسهل طريقه، ما كاين لا قطع لا والو. الصراحه هاد غير اللي ما بغاتش تحضر الجينواز، غير اللي ما بغاتش، اما حضرتها معكم باسهل طريقه كاينه في التاريخ. زعما ساهله ما فيها لا تقطع ولا تطلع ولا تماره نهائيا. راه تكوني غير كدوري في الكوزينه وتوجديهم. وهنايا غادي نمسح، ضروري مسحوا المقله ديالكم باش ما تكونوش لينا حروق. وكيف ما قلت لكم اي مقله عندكم غير تكون مقاده، ما تكونش فيها شي تبويقه ولا شي حاجه. هنايا غادي نصيب الثالثه، ها هما 2. وضروري البنات شبيكه. شوفوا اللي ما عندهاش شبيكه حيدي غير ديال شي فران عندك في الدار الشبكه ديالو وحطي فيها الجينوازات ديالك. يعني ضروري باش ما تغرقش، باش ما نتغرق باش ما تعرقش لينا. المهم البنات هنايا حطيت الجزء الثالث او الزلافه الثالثه، كنوزعها هكذا بهذا الشكل هذا. وغادي نطيبها بنفس الطريقه، ما كاين حتى شي مشكل. كنبقى نغطيها بالطبيصيل وصافي حتى وجدات ولات بهذا الشكل هذا. راه كتجي واحد الجينواز خطيره البنات. وبالنسبه للمونتاج ديال هاد الحلوه بالكريمه غادي نحضروا معكم في الفيديو المقبل باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف. المهم دابا استافدوا غير من تحضير الجينواز او لا حضروها وغلفوها بالسلوفان وخليوها على جنب. الى عجبكم الفيديو وصلوه لاكبر عدد من اللايكات باش نعرف ان الجينواز ديالي عجباتكم. وما تنسوش بارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصدقائكم لتعم الفائده. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.